السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحدة بعتالي بتقول ان هي بنتها عندها 20 سنة. بتقول بنتي كانت زي اي بنت. تيجي تعمل حاجة اصل مع لا مثلا انا في الدرس، انا في مدرسة، انا في مذاكرة، ماسكة الموبايل طول النهار. فالمهم ايه، جالها عريس، فابوها قال لها ايه، يا بنتي، جالك عريس صفته كذا وكذا وكذا وكذا، واد محترم وكويس وابن ناس، عنده شقته والدنيا جميلة، بس هيقعد في ايه، في بيت عيلة مع مامته، هو ولد وحيد. وانت هتخدمي معاها، يعني مامته ست صغيرة وهو برضو صغير، وايه وحماه وجوزها وكده، يعني ايه مش انت هتشيلي لها كلها، لا انت وهي تساعدوا بعض. فقالت ايه ماشي، وعجبها واتخطبت وعدى السنتين وجهزتها وربنا كرمها واتجوزت. طول بعديها ب4 5 اشهر لقيت جوزها جايبها لي وجاي، فين عمي؟ في ايه يا ابني؟ في ايه؟ لا معلش انا عايزه عمي. طيب ادي عمك اهو، في ايه يا حبيبي؟ بنتك كل ما اجي اصحيها من النوم تزعق لي وتكلمني باسلوب وحش، وامي اللي بتعمل كل حاجه وهي على طول ماسكه الموبايل. ولما اجي اقول لها قومي نضفي ولا قومي اعملي اكل، تقعد تزعق وتكلمني باسلوب زي الزفت. واقول ماشي، عروسه عروسه صغيره عروسه صغيره. لكن انا الاقي امي بتعمل كل حاجه واقول لها قومي اعملي معاها او ساعديها ما بترضاش. روحي السوق، لا ما بروحش السوق. قومي اعملي اكل، لا ما بعرفش. طب قومي حتى نضفي الشقه، اما هنضيف هي ما فيهاش حاجه، هو حد بيجي لنا؟ فبيقول طب، بيقول قلت في الاول ان هي مثلا عروسه وبتدلع عليا، لكن بعد كده اتفاجئ انه بتعمل كل حاجه وهي بتنزل على الاكل بس، حتى الماما ما بتعملهاش ولا بتساعدهم في اي حاجه. ده ما يرضيش ربنا. هي امي مع ماما ما اتكلمتش، بس انا ما يرضانيش. انت اتدلعتي ما فيك كفايه، تلات يعني المفروض اول شهر وخلاص، لكن احنا داخلين على 5 اشهر. حتى خدمتها فوق ليا ما بترضاش، واسلوبها مش حلو معايا. المفروض دلوقتي انا اعمل ايه؟ فراح ابوها قال له حقك يا ابني، عموما ما هو العيب مش عليك، العيب على امها. لما انت جيت لي وانا قلت لها بنتك تقدر تفتح بيت، قالت لي اه. العيب مش عليك يا حبيبي، العيب على امها. ما فهمتهاش يعني ايه راجل، ويعني ايه بيت يتفتح، ويعني ايه يعني ايه جواز. خلاص سيبها لي، لو انت عايز تسيبها لي سيبها لي. فراح بيقول له خلاص انا هسيبها لكم تربوها